بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، اتمنى نحركم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وتصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. بفضل ولي الامر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. فاز نادي الزمالك على نادي الاتحاد السكندري بنتيجه 1-0. احرز الهدف ناصر منسي او ناصر الاسطوره زي ما بيسموه جماهير الزمالك. كان طبعا عمل له الاسيست احمد فتوح. كروس طبعا لعبها ناصر منسي، رأسية ولا أروع، تسكن شباك محمود جنش. الحقيقة يا جماعة جنش شال كام كورة النهاردة، كانت كورة خطيرة جدا بصراحة. عشان برضه ناس متتكلمش وتقول جنش مفوت الماتش، لا طبعا، لا طبعا مش مفوت الماتش. جنش شال كور كتير جدا، والكورة دي كانت بجد بجد صعبة عليه، ما يقدرش يعمل لها حاجة. يعني في وسط سرحان من دفاعات نادي الاتحاد بيسرقهم ناصر ويلعبها بالرأسية، يعني رأسية ولا أروع. ولكن يا جماعة في مشكلة بقى، يعني على طول موجودة من وقت ما مسك كابتن معتمد جمال، أو منذ توليه الإدارة الفنية لنادي الزمالك، وهو إنه لما بيجيب هدف ليه مش عارف بيرجع. ليه بيرجع؟ دي حاجة على فكرة مش كويسة. الماتشات اللي جاية صعبة، الماتشات اللي جاية صعبة لنادي الزمالك، ليست سهلة وليست بالهينة. فأنت عشان تجيب جون وتستنى بقية المباراة تبقى خايف لا تتعادل في أي وقت، مش هينفع. مش هينفع ومش هتقدر تستمر، وهتبقى سهل جدا ان انت تقع في فخ التعادل، وسهل جدا ان انت تتعادل، سهل جدا ان انت يعني الفرقة اللي انت بتلعبها تعمل عليك رومنتادا، لان انت عندك ماتشات مش سهلة يا كابتن معتمد يا جمال. الماتشات الجاية مش سهلة. عندك هتلاعب بيراميدز تاني، هتلاعب الاهلي، هتلاعب المصري، هتلاعب سيراميكا كليوباترا. فانت عندك ماتشات مش سهلة بالمرة، فعشان تجيب هدف وتنام عليه بقية المباراة مش هينفع. مش هينفع ومش هتقدر تكمل. في طردين يا جماعة، طردين مستحقين. طرد كريم العراقي مستحق، مستحق، لعب خطر جدا. طرد محمد شحاتة طرد مستحق، لعب خطر جدا، لعبة خطر جدا يا جماعة. اتفرجت على المباراة، كانت مباراة حلوة، بالذات الوقت الأخير، يعني آخر 10 دقايق، آخر ربع ساعة، كانت يعني هجمة هنا وهجمة هنا، مباراة 10/10. وقفشة يا جماعة يرجع، قفشة يرجع، من الناس اللي أنا زعلان عليها والله. قفشة وعمرو السولية، المفروض الناس دي ترجع، المفروض الناس دي ترجع.